التوقيت تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص. ولقاء اليوم ولقاؤنا الآن اللقاء المارد الأحمر النادي الأهلي الذي قد يكتب اليوم السطر الأخير والكلمة الأخيرة في قصة اللقب 36 وهو السابع على التوالي. المارد الأحمر يصطدم اليوم بالاسم الجديد والوجه الجديد لبطولة الدوري الممتاز نادي سموحة الذي أجاد لفترات وترنح لفترات والآن يكافح من أجل البقاء ويحتاج معجزة. اليوم 3-7 3 نقاط حاسمة في 8 مباريات 11 على 11 تلعب تحت شعار to be or not to be. أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، والجماهير كل الجماهير تنتظر الإثارة وحماسة والأهداف. اقتربنا من الحسم والنهارده قد يكتب السطر الأخير في قصة البطولة رقم 54 بطولة الدوري الممتاز لموسم 2010-2011 الأهلي وسموحة وجها لوجه على ملعب القاهرة الدولي والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. وعلى بركة الله نبدأ ونذهب سريعا إلى مفردات هذا اللقاء، وهي تشكيلة الفريقين. المارد الأحمر صاحب الضيافة الباحث عن اللقب والكلمة الأخيرة النهاردة بيبدأ بأحمد عبد المنعم في حراسة المرمى. ثلاثي في القلب الدفاعي شريف عبد الفضيل، احمد السيد والشاب رامي ربيعه. على الاطراف احمد فتحي في اليمين وسيد معوض في الشمال. 2 هافارد فيندر، حسام غالي والمعتز بالله اينو. والمثلث الهجومي للمارد الاحمر احمد حسن، دومونيك دي سيلفا، وفي الامام عماد متعب. على الجانب الاخر الفريق الزائر بقياده المدير الفني الدكتور ميمي عبد الرازق بيبدا بمصطفى جابر في حراسه المرمى. 3 في القلب الدفاعي بشير التابعي، احمد رضا، محسن اشحات. على الاطراف محمد ابو زيد وحسن الشامي. 2 هافارد فيندر في وسط الملعب، طارق حامد وابراهيم عبد الخالق. والمثلث الهجومي جودوين اطرام وصامويل ايفوم والشاب محمد نصر. النهارده بيدير هذا اللقاء تحكيميا حكمنا الدولي الكابتن سمير محمود عثمان، وبيساعده كل من المساعد الدولي شريف صلاح وايمن عبد الرحمن، والحكم الرابع هو محمد كريم. النادي الاهلي اللي استطاع ان هو يعدو بقوه نحو خط النهايه، وفي الجوله 26 و27 قدر ان هو ياتي من الخلف ويتصدر المسابقه امام سموحه احد اضلاع مثلث الهبوط، والذي يحتاج الى معجزه كبيره جدا جدا والفوز في 3 المباريات المتبقيه بدءا من لقاء اليوم، وهو حلم صعب، ولكن في لغه كره القدم ولغه الساحرة المستديرة كل شيء جائز وكل الاحتمالات واردة في عالم كرة القدم.
الساحر مستر مانويل جوزيه والجهاز الفني للنادي الاهلي اللي استطاع ان هو يرتقي بطموح الجماهير. النهارده جماهير النادي الاهلي بتنتظر الحسم على امل التعثر للفارس الابيض في لقاء الاسكندريه امام زعيم الصقر. هنشوف هذا اللقاء وكل لقاءات الجوله 28 اللي اصبح كل لقاء الاهلي وسموحه بعد غياب عن يتحكم وبيترتب على اللقاء الاخير اللي بيقام في نفس التوقيت. طبعا اصوات متداخله من زملاء معلقين لنا في القنوات الاخرى.